تحمل المسؤولية هي بداية التغيير. هاد الهضرة كل الناس معناها، ولكن راه ضروري خاصنا نعرفوا أننا إلا بقينا كنلومو في الناس عمرنا غادي نبدلو حياتنا. نلومو الناس، نلومو الظروف، نلومو الدولة، نلومو القراية ديالنا، نلومو الأساتذة اللي كانوا عندنا ولا الشركات، ما غاداش تبدل حياتنا. نكتبوها في لينكد ان ولا نكتبوها في فيسبوك ولا نبارطاجيوها مع صحابنا، حياتنا ما غاداش تبدل. اللوم ما عمره ما غيبدل حياة شي واحد، بقاش في الاخر كل شيء اعذار، كل شيء كيبقى غير اعذار. والحقيقة هو ان المشكل راه فينا، ماشي في هذا الشيء اللي كنلومه. هذاك كنتهربوا من المسؤولية لان تحمل المسؤولية صعيبة بزاف اننا نتقبلوا ان اي حاجة حنا فيها اليوم هي نتيجة ديال اختيارات ديالنا سابقة. بالاخص الا كانت هاد الحاجة ما عجباناش. الا كانت عجبانا كنسبوها لينا حقاش انت تبارك الله واعر، حقاش انت تبارك الله معلم، حقاش كتعرف تختار، كتعرف تاخذ لي بون ديسيزيون. هادشي علاش انت اليوم درتي هادشي. غير كتوقع شي حاجة مختلفة على هذاك الشيء اللي بغينا كنقلبوا في من نمسحوها. هذا الشيء علاش للاسف بزاف ديال الناس كيبقاو سنين وهما في بلاصتهم، نفس الخدمه، نفس المشاكل، نفس النتائج، وباش يبردوا على راسهم غيبقى يقول راه الظروف صعيبه، راه ما لقيتش هاد الفرصه، راه عييت ما نقلب، هادي عييت ما نقلب. غلطيف يقدر يكون كيدخل مره في الشهر في السيمانه لواحد الريزو سوسيال ديال الغوشيرش دومبلوا وكيقول لك عييت ما نقلب. ما كاينش اللي يعاونك، ما كاينش، كل شيء كيقلب على شي واحد الايغو يجي يعاونه. هو ما باغيش يعاون راسو، ولكن خاص شي ايغو يكون ولا ايغوين يكونوا دايزين ويجيو يعاونوه حقاش هو خاص اللي يعاون. ولكن واش عمرك شفتي شي واحد ناجح فعلا يقدر يكون اليوم ايدول ديالك، تقدر تكون ولا تكوني ولا نكون متبعينه في لي ريزو سوسيو، كنعرفوا حياته، كنعرفوا الديتاي ديالو، فين سافر وشنو شرا ودارو كيف دايره وطوموبيلته كيف دايره. واش عمرك غتشوفو كيلوم الناس؟ ما غاديش تلقاه كيلوم الناس. الناجحين كي مختلفين في طريقه التفكير، ما كيبداوش يسولوا ما عرفتش علاش وقع لي انا هادشي وما وقعش للناس اخرين، واش انا صقاع، واش انا صافي. اللي وقع وقع، بو امبورط شنو هو هادشي اللي وقع، سواء في القرايه، سواء في الصحه، سواء في الفلوس، سواء في الظروف، سواء في العلاقات. وقع، كان اي حاجه وقعات كنوقف كنقول شنو غادي ندير دابا. صعيبه سهله بالهضره وصعيبه بالتطبيق، ولكن راه ما عندناش البديل. وقعات الحاجه شنو قادر ندير دابا؟ ما نلوم لا ظروف لا ناس لا والديا لا خوتي لا والو. انا كنتحمل مسؤوليه حياتي. نهار اللي كناخذ المسؤوليه الكامله على كاع مناحي الحياه ديالي، الساعه كنكون بصح ادولت وبصح راجل ولا امراه وفت مرحله الطفوله. الشيء الا ما كانش الخطا ديالك انا مسؤول. اذا لا قدر الله دزت من شي طريق وتعرضوا لي الشفاره، راه انا مسؤول لانني دزت من هذيك الطريق. الا ما خداونيش في ان اونتروتيان ماشي حقاش لي دوز لي لونتروتيان خايب، انا ما كنتش اسي بخي ولا انا البروفيل ديالي ماشي ادابتي، ماشي حقاش هذيك الشركه ولا داك الاغاش ماشي ولد الناس. هنا فاش كترجع المسؤوليه لراسك، كترجع التحكم لراسك، كترجع الفولون لراسك. حياتي انا هو اللي شاد الفولون ديالها، ما نعطيه حتى شي واحد يولي يقول لي فين نمشي ولا شنو ندير ولا كيفاش نتصرف. قدر الله ما نجحتش واحد العام ماشي مشكل، نمشي نشوف علاش انا ما نجحتش، شنو هما الحوايج اللي كان خاصني نديرهم وما درتهمش، وشنو هما الحوايج اللي درتهم وما كانش خاصني ندير. خدمتي ما عجبانيش، البوست ديالي ما عجبنيش، الشركه ديالي ما عجبانيش، الصالير ديالي ما عجبنيش، المدينه اللي انا فيها ما عجبانيش، ماشي مشكل. نشوف شنو ناقصني باش نبدل الوضعيه ديالي. عجباني الشركه وما عجبني الصالير، ما عجبنيش بوست، نزيد في لي كومبيتونس ديالي، نتعلم شي حاجه اللي خاصاني ولا شي حاجه اللي غتخول لي نطلع البوست احسن، سواء لي لونغ سواء سوفت سكيلز سواء تكنيكال سكيلز. غيتلقى شي حاجه ناقص فيها الا زدتيها
وغادا تزيد لك القدام. ما عندكش فرصه، ما لقيتش كندخل لينكد ان يوميا ما كنلقاش لي زوفر دامبلوا. خدمه ما كتجيش غير لي زوفر دامبلوا، كتجيب لي كونديداتور سبونطاني، كتجيب لو غيزو نكبرو، كتجيب انني نحاول نلقى شي حاجه نبيعها سو فورم دو برودوي ولا سيرفيس. انا نعطي خدمه فابور لواحد الناس اللي قادرين يعاونوني غير باش نتعرف عليهم. هذا الشيء هو باش غادي نخلق الفرصه. ودائما كاين الحل، دائما كاين الحل الى وقفنا على عقليه الضحيه. فكل شيء ضدي واي حاجه طرات ليا راه ماشي انا هو السبب. فاش كتحمل هذيك المسؤوليه كتبدا حياتك كتبدل، ماشي بين عشيه وضحاها، خص الوقت كيما في كومولي شويه بشويه، ولكن راك كدوز من ضحيه من فيكتيم القائد الليدر ديال حياتك، من الشكاوي للافعال. غيوض نتشكى غندير ناض فقط حتى العشرة، كنت باغي نفيق مع السبعة وما تضيعش من العشرة ل 12. باقي عندك النهار، باقي عندك الصباح، باقي عندك صبحتي ناعس الوحدة، ما تضيعش العشية. ماشي صبحت ناعس الوحدة انا ما فيا فايدة وتزيد تكمل نعاس العشية. ومن غتحبس الاعذار غيبداو يجيو النتائج. دابا حاجة بسيطة، دابا كتسمع هاد الفيديو شوف شنو هي الحاجة اللي شحال هادي انت كتأجلها، سواء عادة خايبة باغي تحبسها، سواء واحد الحاجة مزيانة باغي تبداها، سواء تعلم شي حاجة، سواء تبدا سبور، سواء تبدا تبوستولي دي كونديداتور سبونطاني، ولا اليوم خذ قرار صغيور. يعني ماشي تجي تاخد قرار جيغونتيسك، قرارات صغيرة خطوة بخطوة غيبدا التغيير الكبير. وفي الأخير راه النجاح كيبدا من تحمل المسؤولية الكاملة ديال حياتي. الله ييسر للجميع.